من نهار غتجربوا هاد الوصفه ديال الحوت غاديش تبقاو تستغناو عليها، وحتى وليداتكم اللي ما كانوش كياكلوا الحوت هادي غادي ياكلوا. اول حاجه كناخذوا الحوت كنغسلوه مزيان وكنقيوه وكنفلحوه على هاد الشكل هذا. ناخذوا الخضره اللي بغيتو، انا دائما كندير معاه المطيشه والفلفل بالالوان، كنقطعوها ونعصروا عليه غير الحامض والملحه. وحاجه اخرى اللي كنزيدو هو الروزمارينو او اكليل الجبل او اليازير، مهم كل واحد كيفاش كيسميه. تقدروا ديروا غير الملحه وكيجي بنين، غير كثروا فيه الحامض والملحه. في مقيله كنديروا الزيت والبصله كنشحروها مزيان، نزيدوا عليهم الشامبينيون قياس اللي بغينا والكروفيت، والتوابل غادي نخليهم تحت اغلبيه في غير اعشاب منسمه والملحه والبزار. كنقليوه مزيان وكنزيدوا عليه الكريمه السائله. هنا من بعد ما طاب لي الحوت ديالي غادي نقدموه على هذا الشكل. نقدروا نقدموه غير هكا مع الخضره، ما نزيدوش هذيك لاصوص، ولكن ديك لاصوص حتى هي كتعطي واحد البنه خطيره وتقدروا تستعملوها حتى في الباستا. كنقشروه هكا كنحيدوا ليه الجلده وكنسقيو بهذيك لاصوص اللي حضرنا وكنقدموه بالصحه والراحه. وانا متاكده غادي تحماقوا عليه. ضروري تجربوا الوصفه وتقولوا لي كي جاتكم. لو وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش لي لايك الفيديو، وكيف العاده تسناوني في الوصفه بروسيما.